نروح مع كابتن عماد وشوف قراءتك للمباراة. جميل. انت سالت الزميل عبد العزيز الزلال سؤال متى جاتك النفاضه، وفي جات لقطه جابوها فريق الاعداد، خروج حمد اليامي وثيو هرنانديز. هاتها عينك على النتيجه 3-0. طلعت الظهير الايمن والايسر، كنت تلعب بالخمسه، اختلت المنظومه، تحولت المباراه تماما. اذا هذه اللقطه هي اللي تاخذها كهلالي توريها انزاجي، تختصر عليك كل شيء. الاهلي ما قبل فراس وما بعده الفوارق الدفاعيه والهجوميه، اقصد فراس البريكان، اطراف الاهلي ومقاومه دفاعات الهلال، استغلال الاهلي لخروج ثيو هرنانديز، فوارق الادوار بين نونيز وايفان توني في الفريقين. خلينا نشوف الاهلي قبل فراس ونشوف الشغل. هذا سالم ومالكم، شوف الشغل، حطينا دوائر على سالم ومالكم عشان توضح للمشاهد. والانضباط ايش؟ الدفاعي. بالله عليك اعطيني رياض، يلا اعطيني رياض وماتيوس. تفضل. الهلال وانضباطه الدفاعي مميز جدا كان في سالم ومالكم وانضباطهم، بعكس رياض. لو نشوف الهدف الان، شاهد الهدف، ابحث على رياض وابحث على ماتيوس عزيزي المشاهد، مش موجودين في اللقطه ابدا ابدا ابدا. ما في انضباط دفاعي في اجنحه النادي الاهلي في الشوط الاول، فبالتالي كان من السهل جدا انك انت تسجل. يلا نروح لسالم ومالكم وشاهد الانضباط الدفاعي عند سالم ومالكم. هذه اللي كل اللي فرقت مع الهلال في الشوط الاول، انضباطيه الثنائي، بعكس النادي الاهلي مش منضبطه اجنحته دفاعيا، وهنا كانت كل المشكله. هات الجول الثاني للهلال، شفنا سالم ومالكم، تروح الجول الثاني للهلال، روح للثلث الاخير. يلا عزيزي المشاهد، نبغى كلنا سوا كذا ندور رياض وندور ماتيوس في الهدف وعيننا على ماتيوس. اتفضل، وينهم؟ مش موجودين. هنا الفرق اللي كان بين الهلال والاهلي في هالثنائي وانضباطهم. مش كيف وقف ماتيوس في الاخير سجل مالكم الهدف الثاني، وواصل سالم ومالكم الانضباط الدفاعي، وكانت النتيجه 3-0. يلا يا فراس البريكان نشوف شغلك. لما نزل فراس البريكان اختلف تماما، صار في نسبه وتناسب. الزميل فيصل زيد قال ايش؟ قال الهدف. لا لا لا، عينك على اللقطه، تفضل. هدف محقق للنادي الاهلي، عينك على فراس البريكان وانضباطيته اللي ما كانت موجوده عند ماتيوس ولا عند رياض. هذا فراس البريكان وين كانت اوفسايد، ولكن شوف انضباطه الدفاعي. فراس البريكان وصل لانضباطه الدفاعي، ايضا ساهم في تسجيل الهدف الاول بشكل مميز جدا لايفان توني. هنا قيمه فراس البريكان لما تنزل هي 3-0، وماتياس يايسلا عودنا ينشط الاطراف سواء بابو الشامات او حتى فراس البريكان. اطراف الاهلي ومقاومه دفاعات الهلال، لا حد يقول لك الهلال يلعب بالاربعه، الهلال ما يلعب بالاربعه، الهلال يلعب بالخمسه. ونفز، لا حد يقول لك محور، نفز قلب دفاع، نفز ليبرو. اعطينا عزيزي المشاهد، اعطينا الخمسه، شوف الخمسه قدامك، هذه هذا الهلال. احنا ما اخذنا لقطه واحده عشان نقول صدفه، روح واصل. شوف الهلال يلعب بالخمسه مش بالاربعه. كرر كمان لقطه ثانيه، هذا نفز نتعامل معه كمدافع مع انزاجي. كيف انت تفك التكتلات هذه؟ شوف الاهلي يعاني بالخمسه مع الهلال. هذا الهلال بالخمسه صعب جدا توصل. ماتياس هنا ذكي بالاطراف، ما تنفك الا كذا. فراس راح طرف، اشتغل طرف، الرياض محرز من الطرف صدفه، لا ما تنفك الا بالكرات العرضيه او التسديد من خارج المنطقه. جول. الهدف الثالث كره عرضيه ايضا. دائما اي فريق تقابله متكتل انت ما حتسجل معه الا بهذه الطريقه، امر جدا ايجابي. استغلال الاهلي لخروج ثيو هرنانديز. ثيو هرنانديز كان مسوي جبهه ومشكله كبيره جدا هجوميا بتسجيله للهدف وقراره، ودفاعيا رياض تماما مختفي بوجود ثيو هرنانديز. ثيو هرنانديز موجود في كل لقطة مثل ما تشاهد. هذا ثيو اللي خرج والنتيجة 3-0. هذا ثيو فرصة هدف محقق. ثيو كان عنده أدوار دفاعية وهجومية مميزة جدا. هذا ثيو، شوف فين يوصل. هذا فريق الهلال يلعب بالخمسة، ثيو روح فرصة هدف. إذا ثيو هرنانديز كان مسوي شغل كبير، وكانت النتيجة 3-0. خروجه شوف منطقته، خلاص منطقته تغيرت وجاء منها الهدف الثاني. إذا خروج ثيو هرنانديز تفصيلة مهمة من تفاصيل المباراة. فوارق الأدوار بين نونيز وإيفان توني. الناس اللي بتنتقد نونيز، يلا نشوف شغله. هذا نونيز، شوف المساحة اللي أخذها وصناعة الهدف لمالكم. لا تخلي النتيجة تأثر عليك. صناعة هدف، اترك من الهدف، تفرج على نونيز، شوف كيف يقتل لك رتم المباراة. شوف كيف يقتل رتم المباراة. ينزل يستلم 3-0، أخليك فاول صدفة. هات الثاني. شوف نونيز، اتفضل نونيز، اقتل الرتم، اكسب لي خطأ، حافظ على كورتك، اكسب لي خطأ، تقتل رتم المباراة. هات كمان تحت الضغط. نونيز
استلم واخذ لك فاول واقتل رتم المباراه، والنتيجه 3-0. اذا هذه هي ادوار نونيز داخل ارض الملعب، بعكس لا تقارنه بعكس ايفان توني راس الحربه اللي يبحث عن كل كره عرضيه لنادي الاهلي ويسجل اهداف، وهذه اعتدنا عليها من ايفان توني. اجمالا انضباط عالي للهلال في الشوط الأول حسم بال3-0. خروج حمد اليامي وثيو هرنانديز اختلت المنظومة الدفاعية، واستطاع الأهلي استغلال هذا الأمر بتفعيل الأطراف وتسجيل ال3 أهداف.